أكثر من مليار شخص يعانون من الجوع في العالم. الفاو منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والتي نشرت هذا الرقم أطلقت حملة 1 بليون هونغري للضغط على الحكومات من أجل مكافحة الجوع في العالم. الطريقة المعتمدة تقضي بجمع أكثر من 1,000,000 توقيع قبل تشرين الثاني نوفمبر المقبل. عدة شخصيات كلاعب كرة القدم الفرنسي باتريك فييرا أو الممثل البريطاني جيريمي آيرونز أصبحوا الناطقين الرسميين باسم هذه القضية. في هذا الشريط المنتشر على يوتيوب هم يشجعون المواطنين على التعبير عن غضبهم في مواجهة الوضع. الشبكات الاجتماعية تساهم بدورها، رواد النت بإمكانهم التعبير عن شعورهم واقتراح الحلول لمكافحة الجوع، وذلك من خلال تويتر أو فيسبوك. مشروع يختتم بالتوازي مع تسليم العريضة للأمم المتحدة نهاية أكتوبر. على هامش هذا التحرك والذي يتواصل على النت تجمعات تم تنظيمها عبر العالم لتوعية الرأي العام. أشرطة تظهر مئات الأشخاص في اليابان وباريس ونيويورك أو حتى روما تنتشر على الشبكة، والصفارات الصفراء تستخدم كرمز على مكافحة الجوع. برنامج الغذاء العالمي يدعو من جهته رواد النت للتحرك في مواجهة الجوع. على موقعها المنظمة تنشر هذا الشريط المصور والذي يذكر بأن 10 أطفال يموتون كل دقيقة في العالم.